عندما كانت تحال الموضوعات إلى النيابة العسكرية كان هناك رغبة في أنها الموضوع يحيل إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها، وسنعلن كافة الحقائق على الشعب، ومنها التجاوزات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ويجري التحقيق فيها حاليا. ما عندناش حاجة نخبيها، هنعلن على الشعب كل حاجة. كل ما نشر في وسائل الإعلام رهن التحقيق، وعشان الموضوع يبقى فيه مصداقية وشفافية في كل حاجة. حتى ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن صورة لبنت مصرية، قبل ما تفتح الجريدة بس اقفليها، أنا عارف بقول إيه، اقفليها، لبنت مصرية موجودة وملقاة على الأرض. أنا بقول أيوه، هذا المشهد حصل وبنحقق فيه، لكن اللي أنا بطلبه قبل ما تبصي وتفتحي الجريدة عشان تسأليني إيه الكلام ده والجيش والعنف والكلام ده، اسألي الظروف، اسألي الظروف اللي وقعت فيها، إيه اللي حصل في ما تاخديش اللقطة دي بس وتستشهدي بده أنت أو غيرك، تستشهدي منها على إن دي تدللي بيها على إنه استخدام عنف. شوفي الظروف كلها لهذه الصورة اللي أنا كمواطن مصري، لا أنا ما فتحتش الأسئلة، أنا ما فتحتش الأسئلة، لو سمحت لو سمحت. هذه الصورة اللي أنا لو أنا ما فتحتش الإذن بالكلام، لو اتكلمت هخرجك بره، لو اتكلمت تاني هخرجك بره. كلام واضح ولازم يبقى فيه نظام. اللي أنا كمواطن مصري وكأب أسف لهذه الصورة لا شك يعني، لكن نبص في الصورة كلها نشوف الظروف اللي كانت فيها الصورة إيه وبنحقق فيها، وهنعلن الحقائق كاملة. احنا ما عندناش حاجة نخبيها. وأيضا في نهاية هذا الملخص قبل ما أفتح الأسئلة بأكد مرارا وتكرارا على إن احنا القوات المسلحة ليس عندها منهجية في استخدام العنف، لا نملك وليس في تدريبنا وليس في طرقنا في التعامل أن يكون هناك منهجية في استخدام العنف. نحن نؤمن الدولة، نؤمن منشآت الدولة، نحن نتعامل بضبط نفس يحسدنا عليه الجميع، ولكن ليس ضعفا، ولكن هو إدراك بمصالح الوطن العليا. أنا أنهيت كلامي، مستعد إن أنا أتلقى أي سؤال. طب اتفضل.